حصل وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي خبر غريبا بانسحاب إريتريا من مجموعة المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2026، وتحتوي المجموعة على 5 منتخبات وهي المغرب وتنزانيا وزامبيا والكونغو والنيجر. وقد قرر وليد عقد اجتماع مع مساعديه لإيجاد خطة بديلة من أجل تحضيرات منتخب الأسود داخل ملعب محمد السادس. وعلمت العديد من المصادر أن وليد قرر عدم لعب أي مباراة ودية بعد انسحاب المنتخب الإفريقي، وسيكتفي فقط بالتدريبات وتبديل جدول الحصص بإضافة حصص أخرى في نفس مكان ملعب المباراة. وأكد وليد أن انسحاب إريتريا أمام المناخب المغربي شيء إيجابي، حيث سيتوجه المنتخب في وقت مبكر لخوض مباراة تنزانيا يوم 21 من الشهر الجاري